طول عمرنا بنعمل السمك على اساس ان احنا بنغسله غسله كويسه، وبعدين بننقعه في الخل والملح، وبعدين بنقوم عاملينه ازاي، قلينه وحاطينه في الدقيق والنشا. النهارده انا هعمله زي المحلات بتاعه الشارع، هقلي السمك زي محلات الشارع. تعالي كده، انا غسلته غسله كويسه ونضفته بالطريقه دي الجميله دي. سمك لازم يكون صابح، والعينين كده تكون بتبرق، والنغشوش بتاعته لازم تكون حمرا وردي كده. هنحط هنا بقى في تتبيله اهو كده اهوت، وبعدين هنعمل اللي ايه، احنا شققنا من هنا علشان خاطر كل ده يشرب التتبيله اهو اهوت اهو حبيبي كده. انا تبلت السمك كلته بالطريقه دي الجميله دي زي ما انتم شايفين كده. وهعمل ايه بقى، هنعمل ايه بقى، هنشيل السمك ونجيب بقى. انا اهي قسمت الدقيق، هنا كوبايه دقيق، وهنا معلقه كركم ومعلقه كمون ومعلقه نشا. هنعمل ايه هنا بقى، هنحط حبه ميه كده. دي بقى الطريقه دي الطريقه بتاعه الشارع. بناخد كده، هنعمل الدقيق اهو، دي طريقه الشارع. بنبل الدقيق كده، نحط ميه، لازم اخليه خفيف، لازم يكون خفيف. هحط كوبايه الميه، وطبعا هنا كوبايه دقيق برضو، كوبايه دقيق ومعلقه نشا ومعلقه كركم ومعلقه كمون زي ما انتم شايفين كده حبيبي. لازم ادوب الدقيق كده، ادوبه قوي قوي. وانا هنا هولع البوتاجاز على الرز. حطيت هنا زيت، وقطعت بصلايه بحمرها، وهحط لها معلقه سكر تكرملها عشان هعمل رز مكرمل بالبصل. وبعدين هحط له توابل الكركم والكمون والشطه وشويه شطه على حسب الرغبه. اللي مش عايز يحط شطه ما يحطش. دي طريقه جديده للسمك بتاع الشارع كده. خلاص هنعمل ايه بقى هنا، بناخد السمكيه كده، بنقوم عاملينها كده اهوت كده، وبعدين بنعملها كده اهي، وبعدين بنحطها في الدقيق كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. بعمل كده واقوم جايه متبله بالدقيق كده اهو، وانزل على الزيت وهو بيقدح. هقلي بقى معاكم وهتشوفوا السمك بتاع الشارع هو زي بتاع الشارع ولا لا. خلصت معاكم السمك، وقولوا لي ايه رايكم في السمك بتاع محلات الشارع. وعملنا الرز اللي هو مكرمل بتاع السمك اللي هو برضو بيتباع في المحلات. قولوا لي ايه رايكم. يلا حبايبي، يلا حبيبي كده شير ولايك، اعملوا لي متابعه كده وشيروا الفيديو، واشتركوا كده في القناه عشان يبلغكم كل جديد. اشكركم يا حبايبي، احلى متابعين في الدنيا على متابعتكم ليا، وجزاكم الله خير على متابعتكم، وشكرا لحضراتكم.